أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه يا جماعة؟ يا رب دايما تكون صحة وسلام يا رب. الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم فيه عن العملات المصرية اللي هي التذكارية الجديدة، ودي تعتبر من أغلى العملات في مصر عشان خاطر هي لسه مصدرة من سنة مثلا 2020 أو 2021، وبالتالي سعرها غالي جدا جدا. وأنا جايب لكم صور من الإيباي عشان الناس اللي بتقول العملات دي ما بتتباعش، أدي الصور قدامكم أهي. والعملات يعني لو حابين اصور لكم فيديو طبعا الناس اللي وانا بتصفح الايباي واجيب لكم العملات والعملات متباعه، هجيب لكم عادي، انا ما عنديش اي مانع، بس عشان خاطر محدش يقول لك ان العملات دي ملهاش اي قيمه. تمام، فخلونا قبل ما نبدا نصلي على سيدنا النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. والفيديو ان شاء الله يا جدعان هقسمه على قسمين، بحيث ان انا ده الجزء الاولاني وفي جزء تاني هينزل ان شاء الله قريب. هيكون أول جنيه معانا النهاردة الجنيه بتاع عيد الشرطة 69 عام. ده إصدار سنة خمسة، في إصدار سنة 2021، وانتهى إصداره سنة 2021. معمول من مادة النحاس والنيكل، بوزن 8.5 جرام، والقطر بتاعه 25 مليمتر، والسماكة بتاعته 2.5 مليمتر. كمية السك بتاعته بقى المعروفة عنه 3 مليون قطعة فقط لا غير، 3 مليون قطعة فقط لا غير. بسعر للأنصر للحالة الأنصر للقطعة الواحدة ب170 جنيه، بواقع 3.3 دولار. وده لسه إنشاء 2021، ما بالك ده لو قدم. وطبعا مثلا العملة لو اتلغت ولا حاجة وقدم معاك، فتخيل سعره هيبقى كام. تمام، نخش على تاني عملة معانا النهاردة الجنيه بتاع فرق مصر الطبية. إصدار سنة 2021، أنا آسف 2021، وانتهى إصداره سنة 2021. الوزن معمول ده طبعا معمول من النحاس والنيكل. الوزن 8.5 جرام، والقطر 25 مليمتر، والسمكة بتاعته 2.5 مليمتر. كمية السك المعروف عنه 10 مليون قطعة فقط لا غير. بسعر الأنصر الحالة الأنصر القطعة الواحدة ب155 جنيه، بواقع 3 دولار. نخش بقى على تالت عملة معانا النهاردة، ال50 قرش بتاعت فرق مصر الطبية. إصدار 2021، وانتهى الإصدار بتاعها سنة 2021. معمولة من النحاس الأصفر مطلب الصلب. الوزن 6.5 جرام، والقطر 23 مليمتر، والسماكة بتاعته 2.3 مليمتر. كمية السك المعروفة عند النص جنيه ده 5 مليون قطعة فقط لا غير، يعني النص عدد كمية السك بتاعت الجنيه. تمام. سعر الحالة الأنصر 255 جنيه، بواقع 5 دولار. هتقولي ازاي نص جنيه أغلى؟ هقولك على حسب كمية السكة وعلى حسب طبعا العرض والطلب في السوق. تمام، نخش بقى على الجنيه اللي بعد كده بتاع جنيه حياة كريمة. إصدار سنة 2021، وانتهى الإصدار بتاعه سنة 2021. معمول من مادة النحاس والنيكل، بوزن 8.5 جرام، والقطر بتاعه 25 مليمتر، والسمكة بتاعته 2.5 مليمتر. كمية السك المعروفة عنه 10 مليون قطعة فقط لا غير. بسعر الحالة الأنصر للقطعة الواحدة ب125 جنيه، بواقع 2.5 دولار. وكل يا جدعان يعني الاسعار اللي انا جايبها المره دي جايبها اللي هي تم البيع عليها، يعني فعلا بعت بالاسعار دي. تمام. على فكره انا عايز اقول لكم ان بيجي لي مشاهدين من اوروبا، ومشاهدين من الولايات المتحده الامريكيه، وغالبيتهم اصلا هم اللي بيبيعوا كمان على الاسعار على الاي بي. عشان خاطر مثلا محدش يقول لك لا ده احنا مش بنبيع، ده احنا مش بنكسب. لا، العمله بتكسب، انت بس مش عارف تبيعها لمين. انت فاهم قصدي؟ المهم يعني نخش على ال50 قرش بتاعت حياة كريمة. إصدار 2021، وانتهى الإصدار بتاعه سنة 2021. برضه معمول من النحاس الأصفر مطلي بالصلب. الوزن 6.5 جرام، والقطر 23 مليمتر، والسمكة بتاعته 2.3 مليمتر. كمية السك المعروفة عنه 5 مليون قطعة فقط لا غير. بسعر القطعة الواحدة للحل الأنصر ب155 جنيه، بواقع 3 دولار. نخش بقى على سادس عملة معانا النهاردة، ال50 قرش بتاعت موكب المومياوات. إصدار سنة 2021. معمولة برضو من النحاس مطلي الصلب برضو أو الفولاذ. الوزن 6.5 جرام، والقطر 23 مليمتر، والسمكة بتاعتها 2.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 1 مليون قطعة فقط لا غير. بسعر الحل الأنصر للقطعة الواحدة 175 جنيه، بواقع 3.4 دولار.
هتقول لي ايه ازاي ان مثلا فرق مصر الطبيه اغلى ومع ان دي اندر؟ اقول لك ده على حساب برضو العرض والطلب، وانا قلت يعني انا قررت اجيب لك اللي تم البيع عليه عشان خاطر ايه؟ الاسعار تكون اللي هي النهائيه، انت فاهم قصدي؟ ما اجيبلكش مثلا حاجه لسه معروضه ولسه في مزايدات شغاله عليها وكده، ويمكن الراجل مثلا ما يبيعش، انت فاهم قصدي؟ لكن انا جبت لك اللي اتباع بس، ولذلك دي سعرها ب175 جنيه بواقع 3.4 من عشرة دولار. خش على سابع عملة معانا النهاردة، الجنيه بقى بتاع موكب المومياوات إصدار 2021 وانتهى إصداره سنة 2021. معمول من مادة النحاس والنيكل بوزن 8.5 جرام، والقطر 25 مليمتر، والسمكة بتاعته 2.6 من عشرة ملي. كمية السك المعروف عنه 1,000,000 قطعة فقط لا غير. بسعر الحالة الأنصر القطعة الواحدة 255 جنيه، وواقع 5 دولار للقطعة الواحدة. لسه إصدار سنة 2021، فتخيل انت بقى. نخش بقى على الجنيه بعد كده، اللي هو 90 سنة على مصر للطيران. إصدار سنة 2022 وانتهى الإصدار بتاعه سنة 2022 برضه. معمول من مادة النحاس والنيكل بوزن 8.5 جرام، والقطر بتاعه 25 مليمتر، والسمكة بتاعته 2.6 من عشرة مليمتر. كمية السك المعروف عنه 10 مليون قطعة فقط لا غير. بسعر الحالة الأنصر للقطعة الواحدة 225 جنيه، بواقع 4.4 من عشرة دولار. هتقول لي ايه ال4 من 10 دي؟ عاملة زي ال40 سنت كده، انت فاهم؟ اللي هو زي 40 قرش كده عندنا، بس طبعا السنت عندهم برقم، انت فاهم؟ ب4.4 من عشرة دولار. نخش على العملة اللي قبل الأخيرة، الجنيه بقى بتاع 150 سنة، بتاع اللي هو الكتاب يعني. إصدار سنة 2022 وانتهى الإصدار بتاعه سنة 2022. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 8.5 جرام، والقطر بتاعه 25 مليمتر، السمكة بتاعته 2.6 من عشرة مليمتر. كمية السك المعروف عن الجنيه ده 10 مليون قطعة فقط لا غير. بكام بقى يا عم محمد؟ ب205 جنيه للقطعة الواحدة، بواقع 4 دولار. خش بقى على آخر عملة معانا النهاردة، ال50 قرش بتاعت مصر للطيران برضو. إصدار 2022 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 2022. معمولة من النحاس مطلب الصلب، والوزن 6.5 جرام. القطر بتاعها 23 مليمتر، والسمكة بتاعتها 2.3 من عشرة مليمتر. كمية السك مش موجودة، بس اللي احنا متعودين عليه ان عادة النص جنيه مثلا بيبقى نص كمية السك اللي بتاع الجنيه اللي مصدر زيه، انت فاهم قصدي؟ يعني مثلا وليكن مصر الطيران معمول منه 10 مليون، فأتوقع ان النص جنيه معمول منه 5 مليون قطعة فقط لا غير، انت فاهم؟ المهم 10 اللي هو ال50 قرش سعرها 175 جنيه، بواقع 3.4 من عشرة دولار. ده بقى طبعا الجزء الأول، لسه طبعا زي ما انتوا عارفين لسه فاضل بقى عملات تانية زي طريق الكباش، والعملات الباقية اللي هي مثلا وال50 قرش مش عارف بتاعت الكتب، والجنيه بتاع اللي هو مجلس الدولة ده، إن شاء الله أعمله في فيديو تاني. بس انا قلت ايه، اجيب 10 عملات بس اللي هو ايه في فيديو واحد، عشان خاطر الناس بتمل وبتاع، فاهم؟ فانا مش عايز اتقل عليك، ويا ريت تكون كتبت كل الكلام ده في ورقة، وعشان محدش يضحك عليك زي ما انا عرفتك. الناس بتبيع على الايباي، لو انت عرفت تفتح مثلا حساب في البنك عادي، في هنا في مصر، في بنك مصر، في بنك الاهلي، اي بنك عامه، وفتحت حساب في بنك اللي هو الباي بال، وفتحت حساب على الاي بي، هتقدر تبيع بكل سهوله وتشحن العمله عادي، مفيش اي مشاكل، تمام؟ وطبعا يعني اللي هو ما اظن الناس بدأت تشحن العملة، لان بشوف ناس كتير اللوكيشن بتاعها مصر شحن العملة منه للخارج، فانا شايف ان هو عادي، محدش بيوقفه ومحدش بيتكلم معاهم في الجمارك، انت فاهم؟ فانت ممكن تجرب في العملات اللي هي الجديدة بتاع، فاهم؟ والله لو محدش يتكلم معاك وعرفت تشحن العملات، هيبقى يعني خير ليك واسع كمان. ما تعلقش نفسك بالسوق المصري، عشان السوق المصري العملات موجودة فيه اصلا، بره الندرة موجودة، انت فاهم؟ انت عندك انت هنا في بلدك العملة لسه موجودة معانا، فكلنا ليه ادفع فلوس في عملة انا كده كده هاخدها اصلا عادي، هقدر ادور عليها واجيبها عادي، انت فاهم؟ الفلوس بتيجي من الناس اللي بره، من الحاجات اللي بتتباع على الاي بي، بيقول لك دي حاجة تذكارية بيخليها معاه فبيشتريها، او الناس اللي هي هواة جمع العملة بره بيشتروها، انت فاهم؟ وزي ما انا قلت لك، انا عندي والله ناس مشاهدين من الولايات المتحدة ومن اوروبا، اكيد بيتفرجوا عشان يشوفوا الاسعار ويشوفوا كميات السك، ويعرفوا مثلا هيعرضوا بكام، انت فاهم الفكرة؟ بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.